أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إخوتي الكرام، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. ربنا جل جلاله وهو غني عنا وعن العالمين يذكرنا بآلائه ونعمه، وخاصة تلكم النعم التي بسبب إلف الناس لها واعتيادهم عليها خرجت من حيز الآيات والدلالات إلى المألوفات والعادات، حتى وكأنها ليست بآية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعمة الصباح والمساء والظهيرة والعشي
اختلاف الليل والنهار نعمة عظيمة جليلة اختص بها الرب جل جلاله، ليس للبشرية فيها دخل. فسبحان الله حين تمسون قد أمسينا نحن الآن بحمد الله وتوفيقه، لا بحول أحد ولا قوة إلا الله. وحين تصبحون أصبحنا في الصباح ومنتظرين صباح آخر أيضا. وله الحمد في السماوات والأرض. نعم، فما من مخلوق إلا وهو في منة من الله ونعمة، فهو وإن جحد وإن لم يتكلم فهو حامد لله. فالله مستحق للحمد والثناء، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا في وقت العشي والليل وحين تظهرون وقت الظهير. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الجملة الأخيرة في هذه الآية وكذلك تخرجون هي المقصود من سرد الآيات الواضحات التي هي من الملموسات والمرئيات. يعني أنت ترى الصباح وترى المساء وترى اختلاف الليل والنهار وترى الشيء يخرج من الميت حيا ويخرج من الحي ميتا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إنك خلقت من ميت، أنت ما كنت شيئا، خلقك الله من نطفة من ماء مهين ثم الله أحياك، يعني كنت ميتا فأحياك. قال ربنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. والأرض الميتة أمامك أرض قاحلة ليس عليها شيء، ينزل الله فيها المطر من السماء فإذ بها تحيا وتخضر. هذه كلها ملموسة تراها بنفسك لم تختفي عنك. فاستدل بما أن الله من عليك بالعقل، استدل بعقلك على ما ترى، استدل بما ترى على ما غاب عنك. ما الذي غاب عنك؟ الذي غاب عنك الغيبيات وأهمها الآخرة. الله يقول وكذلك تخرجون، أي كما تروني أحييت الأرض بعد موتها، وكما ترون وأريتكم من آياتي أني أخرج الحي من الميت، وأريتكم من آياتي اختلاف الليل والنهار. فأيقنوا بوعدي الغيبي أنكم ستلقون الله عز وجل، ستخرجون مرة أخرى وستحيون وستقفون بين يدي الله. إن الله أوقف من أنكر وجوده ومن أنكر الآخرة يوم القيامة، أوقفهم أذلاء بين يديه، فهم ناكسو الرؤوس من الذلة والصغار أمام الملك الجبار. فقال لهم الملك جل جلاله، قال الله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني لو لم يكن لهم آية إلا الليل والنهار لكفت على قدرة الله تعالى، لكفى للإنسان أن يتوقف. توقف شوي. أنت كم يوم أصبحت في دنياك هذه، وكم ليلة أظلمت عليك، وكم ظهيرة وكم عشي. هل توقفت ولو لبرهة زمن بسيط تفكرت من صانع هذا؟ من مقلب الليل والنهار؟ من الذي يأتي بالظلام وقد كنا في الضياء؟ ومن الذي يأتي في الضياء وقد كنا في ظلام؟ ومن هذا الذي جعل بأسلوب التدريج
ليس المفاجأة. فلو أن الناس كانوا في ظلام دامس فوقفت الشمس فوق رؤوسهم فجأة في الظهر لاختلت عقولهم ولا جن جنانهم، وإنما جعل الله بالتدريج تشرق الأرض قبل شروق الشمس، ثم تأتي شيئا فشيئا ينسلخ الظلام ويأتي النهار، والعكس صحيح. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون بالتدريج. توقفت سألت من صانع هذا وما مراده مني؟ هو أعطاني هذه النعمة، أي ماذا يريد مني؟ ماذا يريد مني؟ ماذا يطلب ربي مني؟ وله الغنى عني. هو لا يريد من البشرية إلا أن يشكروه، أن يقولوا له شكرا، تشكر الله بس، أن تحمد الله وأن تشكره. ولذلك كل عباداتنا التي نعملها ونقوم بين يدي الله يعني مقرونة بالحمد. في الصلاة تبدأ الحمد لله، سبحان ربي العظيم وبحمده ربنا ولك الحمد، لك الحمد ولك الشكر. هذا تقف بين يدي الله، تحمد الله، تشكر الله، خلقك من غير شيء، أطعمك من الجوع. ربك هو الذي رباك جنينا في بطن أمك، ربط بين أمعاء أمك وسرتك، ما كنت تعرف أحدا ولا حد يقوتك ولا إلا الله. فلما قطعوا ذاك الحبل أعطاك من لبن أمك من صنعه لا إله إلا هو. ولما انقطع ذاك اللبن كبرت الآن واستغنيت، أعطاك الأسنان لتأكل به الطعام. لم يحرمك من اللبن، أعطاك من بطون الأنعام لبنا، أخبرك كيف صنع وما أخفى عنك سر المهنة كما يقال. يعني الناس لا يعرفون البيبسي والسبن آب من أي شيء صنع، لكن الله يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني أنا أخرجت لكم هذا اللبن من بين مادتين نجستين قذرتين، الدم والفرث، من بينهما أخرج الله هذا اللبن. هذا بلد هولندا مشهورة باللبن الكثير، هولندا. وقد سمعت من بعضهم ولعلهم بالغوا حين قالوا البقر هنا أكثر من البشر، والله أعلم إن كانوا صادقين في ذلك. ما الذي كلف هؤلاء الهولنديين أن يرعوا هذا البقر كله وأن يتعبوا أنفسهم؟ ما دولة صناعية والدول الكبرى خلها تصنع مصنع وتجيب الفرث والدم وتخلط بينهما وتعطيك لبن. تستطيع؟ والله ما يستطيعون، لا هولندا ولا أختها فنلندا ولا إيرلندا ولا مينلندا ولا قل ما شئت بعدها من دا أيا يكون، والله لا يستطيعون قطرة واحدة من لبن، لا يمكنهم. لو اجتمعت الأمم المتحدة ومعها الأمم المختلفة على صنع قطرة من لبن أو حبة رز، والله لا يمكنهم. من معطيك هذا؟ ربك. ماذا يريد منك؟ أن تقول له شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، لا يرضى، انتبه، لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، من أعطاك هذا الأكلة؟ هو الله. ويرضى عنك أن تقول له الحمد لله، ويرضى عنك أن تشرب ما تشربه وما أكثره وتقول الحمد لله. كم ملايين اللترات الآن في كل يوم يسقي له العالم من اللبن، في أحد يقول له شكرا إلا قليل. أهم شيء هو التفكر، وأهم شيء هو النظر. يعني الله يقول لك فلينظر الإنسان إلى طعامه. هل نظرت إلى طعامك؟ أنا لا أقصد بالنظر أن تحدق نظرك إلى رز تأكله ولا خبز تلتقمه، وإنما نظرة تفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ماذا تنظر؟ أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا خذ من طعامك عبرة أن الله سيحييك بعد موتك. لأن بعد أن ذكر هذه الآيات كلها قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. توفيق ذا لنا وفجين وركي من لقسوا علينا مش ولا فهم ولقسوا علينا ها ولكن وإجيهن وضياشوا إلى فهمين سيء يفيرنا يوم بنا الكاية ها ورقي لما أنت شو حوي يا إخواني إلهي وربنا وغني عنا إلهي ونقد يقتوني ربنا هو مبهنا جل جلاله غني عن العالمين إنه صفدي ساس تهينا ونوشة إن الله لغني عن العالمين يسجعيره عيد كلا نوحي إن يشاء حدودون يذهبكم وبين بابين يا ويدل لتجيا ويأتي بآخرين وكلوا كان سنة يعني واحد وفد إذا الملوى إن يشاء حدودون يذهبكم واحد لك جوجون دولة هي واحد دونك جوجون إلهي البرخص أنتم كبابيو أيوك وكلا دور ربك كسم سنة إنه على كل شيء قدير برك ربي قال غني وعدنا ووبهنا شقوا غنية وكريمة وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أيها هذا الإسكاء جعل سينية ونعم في سكال الشيكين آية هذا أن أخرني أي سورة الروم دلالات آيات واضحات وآد مالك استيقول حجرتي ذوهي ونولش هذا كم ذوي لكن إن يربى فكرته إن يربى استاكته إن يربى ردها شوي ديسة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون دائما إنسان كإلهي كفضل لي وكقدوي حيوانات ككليف ربضا هذا أقو هذا إنسان هذا الإلهي كحي الله كما حكتد إلهي نسب ملك الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سيدا مركل فيري أدري الله إله وأوش منتين يا أري يا جيل أنت حيوانات ككلور واحد إلهي كحكت ملك ولكن كرما من عنده أي إلهي كفضل حيواناتك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنت مخلوق والبقرة مخلوق تنوى مخلوق أديك الوال مخلوق والو أبوري إلهي كما حكتي ومع ذلك إلهي وكفضل وحو إلهي كفضل يقوين عقلك شيء ارتبوا حالا بدل كفضل ونرش هذا كفضل قوامه أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أيوك هذا يعني سي وهبوني حيوان كله ولا انكره أي إلهي سبحانه وتعالى كذا أرجع يو لو يجيلي مركي دلال وحرتهم كذا أي دارته وحير كذب بس كسر عنيس حوسوا عنيس لأنه يريد لقمة تلقى قعمة يكون قادم ماهيش قعمة يكون حنانش يكون بربارس ماهيش قعمة يكون كسرتها سيو قادم مركب رب العالمين وهذه كلية ربكم إيه قلوا البوحي وهبون بكتر بيه يعني إيه يقول جوجن بويس كسرنا يعني أنا مركب أنا الله ذي وهذا واركتين لين شيء ما يسمى عليتين ديدان جوجنا ولا لين شيء كويت كورة لين شيء شو ما كان لكن أدوك إمي ساعد مدقة تيسيئات فردق أوبرته سكرنا في استاجد مدرنا ولله في ذلك حكمة لأن إلهي هو إذا وحكدك إنسان بكدك أو عمله أو قاطع ومقصود كلنا والوجه ذا يودي وحل ربائن لو وحلو كوحل متوه بر نبئي والد نبئي واستجعل يمشي وكل شيء زي سحيوان كلا لقام الرب ويلابت هذا وضنته أو ناس كذا كوسيسو أو يكون تربية سو يكون مراد كاس إلهي مركز إلهي سبحانه وتعالى كسو تربية وقت كستو حضب بهنيت وإلهي كسي ليش هذا وحيد هدي المهم مركور شو الشيخ الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب له وحيد المهم هدو مركور شو مركان
lagu nuujinaya naaska lagu nuujinaya haddii caqliga hadda adigu 40 jira markaa lagu siin lahaa bal ka warran hadda nin weyn baa tahay caqli baad leedahay caqligaaga waa buuxsamayso beriga caqligaasoo kale adigoo naaska lagu nuujinaya haddii lagu siin lahaa wuxuu yidhi lamutta ghamman wa hamman غم iyo hami baa ku dili lahaa liannu caqligaagina waa kaamil awooddaadiina way yar tahay xaalkii baa lagaa maynaya wasakhdii baa halkaa lagu wadaa ma dhaqaaqi kartido marka waaba iska dhiman lahayd buu yidhi haman iyo gam baa ku dili lahaa marka rabbulcaalamiin wuxuu kugu kul waqti waxaad u baahan tahay ayuu ku siiyey caqligaagii tadriij waqtigaas waa leedahay idraak baad leedahay caqli baad leedahay yani tamyiizku yani ugu horeeyaba waxaad garatay inaad naaska hooyada nuugto ولذلك جاء في بعض الأقوال المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهديناه النجدين أي الثديين أو المهم يسرع حقه الناس كهوية إسكاء آذية بعد يحتى أن لقوها قاجين وهداية ولا ضحي يعني إدراك ولا لكن عقلي كامل بالتدريج بكل سعودي مركا ككافتونتو oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awood aad mustaqilla ku noqoto dad kale aad u baahnayn baa caqligaagu soo kaamil noqonaya soo buuxsamay hada rabbuk marka caqligaa ilaahay ku siiyey inaad u adeegsato ayuu rabbigaa doonayaa inaad uga cibro qaadato waxaad aragto waxaadan arkin waxyaalo badan oodan arkin oo ilaahay kaa doonaya inaad rumaysaa jira waa la isku ibtilayay ilaahay ugu wax kasta caydaan buu ka dhigi karay aakhirada la sheegay iyo jannada iyo naartii waa la tusi karay dadka bogta ilaahay waxba kuma aha laakiin waa la isku imtixaanay waa la isku jarrabay waxaa la yidhi aakhiro oodan arkaynin rumee ma aragtid hadda laakiin adiga iyada waxaa idinka xiga in yar baa idinka xigta oo inta nafta lagaa siibayo bas caalam alaakhirad gashay rumee baa lagu yidhi aakhiro inaad dib kusoo nooleynaya rumee baa lagu yidhi daahirkiina dadka waxaa lagu ibtileeyey waxay arkayaan insaanku hadduu dhinto oo dee muddo iska joogo oo iska baaba'o oo ciid iska noqdo marka waxay baciidsadeen dadku see qof hadda ciid noqday oo xataa lafihiisiiba aan la haynin dib loo soo nooleeyaa oo sidiisii u soo noqdaa ilaahayna wuxuu yidhi an innii calaa kulli shayin qadiir shay dhammaantiisana qaadir ah waa diideen waa dhaarteen oo dhaartii ugu dambaysay dhaarteen oo waxay dhaheen waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcathu allahu man yamuut bay ku dhaarteen إلهي وجواب وحيد بلى ما يواسون ليننا وكان ذلك وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون محل صون ليننا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مرك أخوان التوفيق الله لهم فجيه ضد كان هذا أذكر نحن فيهين قلوين كان أذكر نحن فيهين درس كلام نقطتين لدكتين آخر قرشهم مجرو bari aan sii fogeyn baa meel ijtimaac lagu kulan jiray ayaa meel waxay karaysteen qolooyinkan oo Sweden meel bay karaysteen weyn oo garoon oo markaas saddexdii cisho meesha ay jamaacadu ay ku shiraysay ayuu ninkii meesha ugu sarreeyay ayaa la yaabay sida salaada loo tukanayo sida la isu jecel yahay oo sida kada oo markaas lanoo keenna meeshan ka qayb galo waa noo yimid waxaan aad ula yaabay weli annaga dadkeena reer Sweden haddii boqol qof meel ay ku shirayso waa in askar timaado oo la ilaaliyo idinkana kumaan kuna halkan ku shirteen wax isdagaalayana ma arkin wax isjecel ma ogi marka diin cajiib laad haysataan buu yiri marka aniga la hadlay oo waxa la bal kala hadlo ilaah baan weydiiyay oo waxa yaa ku abuuray maxaa lagu abuuray adduunka waa la joogaa qaar maxaa la tagay المهم waxaan ka wadaa sheekada wuxuu ku hadalkiinay wuxuu hadalkiisa wax ku soo daray wuxuu anigu sideedaba horto waxa dhimasho leeyahay dhow ya 40 jir baan ahay buu yiraahdaa taqriiban weligay maba ka fikirin wax dhimasho leeyahay maba ka fikirin bil dhowr bilood ka hor baa aabahay dhintay inta laga bilaabaan ka fikiraa buu yiri mar hadda maskaxdayda ku soo dhacda wax dhimasho leeyahay inay jirto laakiin ka hor ma ogeyn waa ka masaxan tahay مسحوا عن ذكر الآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون مركا هكوكة من الدكان قرشها آخر قدر سلا
دار الغرور وي ودار بين بدن وي ودار إلهي وكتل مامي له ولعب القرآن كأنت لفظي الدنيا كتمت وحضبتها العيدة إن إلهي عاية وبمعنى عيبت هذا الشيء ونقص هذا الشيء وبركة درد هذا الشيء وضدك شيء وباب شيء الشيء وضدك إياه مطمئن كل نقضي كل دقي إياه وحمودي يكون قومين وإله كشيكين القرآن إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلهي آخر ونقطة وللدار الآخرة خير بإلهي ولنعم دار المتقين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نرش ربطه جرته ونرش آخره وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب بل فيه هذا هو لهو وهذا دير ما ويله عيال سيد عيالك وحكوا أول شيء لعب عيال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان حياة ربط أتاوى هذا الكاسي كان أرني والله الله نواكم وكان الدنيا دي آخرة له ملكا حقيقيا وله أنت أدونك جوكتا يكون يهري جوكي كل ملك حقيقة وملك وأي ما دين شرين برنا وكتجا يعني كلا هذا ساقوله والدنيا دي من الله ويا اللعب تاعي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان نرش ربطها تهوي تلتوني إن أدوش غيشته الوقت جالسوا الفكر جالسوا هم قال يمرق هذا أنت بدنا قاعدته تهوى هذا الوحفة مشت لو كانوا يعقلون لو كانوا يفهمون لو كانوا يعلمون كم من الآيات يبين الله تعالى في كتابه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين كذلك الدنيا دي جوجا غافلين تي إلهي اللوبي قرشها أنا آخر وجرين بلن بهايستان بلن تهيانا كوكتشوي بلن تهيستان وامعي إلهي والله الله إلهي وحكويري كلوا اسكحونا وتمتعوا راحيستا قليلا إيار إنكم مجرمون ساسا لبيل إلهي أكتيسا كان آخرهم من مجرمون ظالم لنفسه إلهي أكتيسا وعبؤول إلهي وحكالوا هذا بدن درهم اسكدا يأكلوا هعلا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل يديلوا ولا جاي أبغى تقولون كذا اللي جوجا كنتم سنو قرش هذه إني كجرا أما لا جاي بقول سنة وحسن سمين دون إني هدلين هسكي يديل شاء هسكي وضم بقى هسكي وضم فسوف يعلموا ويوغان دونا أما أذيك كمسلم لقى مرة يديل إنه أمل كلته إليهم الأمل لقى مرة وحال لقى ربا إن هذا بريك شيكين إن أدوك جوكتو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء بري وهو فكتها وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذا وبريسته قلبها سوقي هذا قلب كشنا صبح سوقي تسأل قرب إن تكون تجناته بمعنى إن آخر حاضر كون نقطة في قلبك الجنة والنار أمامك نقطة وهذه يقول أدية لك فكرته وحكسته وناكسن وقروحسن وأدوية إنها قرحية أما أرجع ليسته وحتنا وحما وحي وناكسن آخر الجيران كمال الشهوات شهوات كامل لماذا آخر الجيران كل شيء وفي على آخر الجيران أدونك هو بهنتيدو سيدة دبا أدويته هو مالين دويت مالها لفظ ده وصومالي مبتعي أنا قرأ قبل أساس قبل كلمات في آد ومسيء قانون لكن وحى يقول صور عادي نرشوا ودلشوا يو دمشق سؤال ولا ما أنت وده حسنا ودلنتت وكلها لا دلشوا هبل واحد شيء هبل ويل بالله دلي جور بالله دلي وبلاغتي الله نحرست ودمشق
أنت قلنا حسنا كي أدونك أبو روحي الوهدان أنت سراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كي لها حقا أولها هذا نوي جل جلاله وأنا ننتهي وبين بين أحبك مجرور يعني كذب عقلك كيواي كان دار الآخر أو شغشتي كان تنكدكتي متاع يزاد سيدي مثال كي لبضين اللي سوق لك يعني والسوق فيه كل شيء أي نفط جعشها وعكسته وأنا أكسن سوقه ويلا وحلي لبس على هالشتاء لبضها ساعة كفى إذا سوى حرب تنقات حتى لما تو البرغسي قدر لمحة لإذا المرة فاي لبضها ساعة يعني ذيك التجين قات وعكسته يرجو مركا سوقها سوى سوق وين ومقالة كوي وعكسته في عنه ويلا وحياله أو لذات مؤقتة وليه أو سيدا ما قرنا يسعى أنت معاني يعني سوريا في عني هل كان معركة كيك معاني حلوى بسكوت أنا مع معاني عصير وحيانا ويا يعني كرسي في عنه ولو راح يستي سرير ونكسنه وفي أنت ويا وحكلوا يا وحياله أن لذة وقتية هينه لكن ثمينه وقيمة بدل له سيدا ذهب كوكالي حانتن وناكسني قيمة عليه في إنجليز كوحنا ملين دايما بالويلا سوما دايما وبيسكلها سوما قلنا هذا كور ويدي لؤلؤ ما هو محيله دايما وفي إنجليز بان ملينه مركا حلي ولؤلؤ هذا اللؤلؤ دايما لؤلؤ يا دايما بلغ بحوا مركا ني اودايا يري مركي دمب شو هو اسكو كدالين انو غيل يا لؤلؤ ويدي انا اكثر ما ندق جيرين غيل يا لؤلؤ ويدي تن دقنو ما هي marka suuqa waxaasna waa yaala oo fara badan oo xabad qoro oo nahima kaasa ayaa de adduunyada ku dhisay labadii nini axmaq weeye nadarkiisu waa sokeeya waa sida hadda dadku u badan yahay annaguna kamid baan haddaan alla noo naxariisan waa maxay gadaal ba fiirin maayo laddaat alwaqtiy waqtiisa ku dhamaystay suuqu soo galay cuntadan والله تنوى معنتها تنوى بالحلوة انت البسكوت كان انت كرسي في عن والكرسي كان ما شاء الله في عن هدوا لسريرته بتقول وابيش كان بحيو ورسريرته هرده معانا والله تكتيو خلاص وقت يجي محوك هدقي اللذات الوقتية وان عاقبة لها انت دي معاني شرع انت هذا محوكاش حاول كميش واللذة وقتية وقت يجي مركو دماغي ayaa leeyahay hay soo bax arkaas uu galab galay war ma bal hada ma jirtaa leeyahay waa lagu sheegay in biraqsi lagu darma soo bax inta la soo qabtay ila fariid way waa aqal way waa faahim waa alla ilaahi waa dadku ilaahay ku tilmaamay misaalkaas ku garan doontaan ulul albab ulul uqul wa inma yatadhakkaru ulul albab kuwir muxuu sameeyay kaasi wixii macmacaana iskama qadin qaybtiisu ka qaatay بسكوتي وحبوك قاتي حلودي وحبوك قاتي ها ألعبتي كلام مع معاني بشوكولاتة يو حتى أشكال وحواس قاتي وقالت وحشي وحوا كذا دمي سريرتي وحبوك قاتي فراشكي كرسي إس كما قدن ورزقي إلى هدوك وصوص على طيباتك وحبوك قاتي ساعتي وقتي أنت بدن حقني حق الرسلي شقدي دائما حيالها خفيف كا وحنباري كرو لكن ثمين كا قيمها بدن له أي وقت يجي أنتي بدنا قلي كب حسن جوابك يوحو قادي كري إيش انتظري أنتو حملي يسوق حنباري كري قاتي وقت يجي مركي اللي قال له بدي ساعة ديار بوها صبح بالليل ديار صبح هلو بنك هذو بحي سوقا يوحكب بدن بو خصها بيستي ألعبتي في عناية صور وسدي مثال كان ما فاهم والله هدوك واساس الدنيا واساس وانا لبضع ساعات عباره عن الليل والنهار اي هذا جتا وقتك لغو ايمن لغو لغا قريه وقتك كو دماناي وحياله بدن oo maladaada oo naftu jeceshahay waa laga buuxiyay meeshan oo kala duwan laakiin ha isku mashquulin baan ka qaado nasiibak wala tansa nasiibak min ad-dunya ka qaado waxaad ku leedahay ka qaado qadar al-halal
حسيس كوبري هم جاء إيو واحد جلسة إيو فكر كاجا إيو دلال كاجا وحيالها الباقيات الصالحات الله معين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مال ويل يمال وزينة الحياة الدنيا وضد كل متفق عليه لجعله المال والبنون زينة الحياة ثم لكن إله محور والباقيات الصالحات باقيات كصالحات وارية أبد الآبدين تكون هنالك وحيد كوين لهي أعماشي تكون قال لهي خير عند ربك ثوابا وخير أملا أيدي كلنا محيا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وجاء في التفسير وحكي الباقيات الصالحات كاس إن يتهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي رواية أخرى أن الصلوات الخمس هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر محيكو كلفي محي عليش وكوغا هيسان محاتك هيستا محي سددك اسكو مشغوليين كلا أديو سمحتكم مشغول شادي والله كوافجي مركي وقت يقول لما هذا ديار باته ألابتا صاد أروستي فوائد كلا آخرة أبد الآبدين أتكواريش إيش إلهي هلو ترتميرنا تاوال الله نفانسيه إخواني مركا وحان إن شاء الله هذا الكي كسوق بقبينية لبا شيء لبا ضبا وصية النبي دردارك النبي النوبة من عليه الصلاة والسلام تنكوبات الإيمان بالله والدار الآخرة من أحب أن يزحزح عن النار كل يهري ميسد وإلى الله المنتهى إلهي بان حقي صلى الله عليه يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله هوري ميسد ملك استود جوكتو ربي يبغى تقول دمان ملك استكدع هولندا تك فنلندا تك جرمال تك أمريكا تك ملك استك إلهي بتقول دم بين نقطة إلهي كما فكنيش قالوا سوق بن ملك استجوك سيأتي الله بك وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يا با وما أنتم بمعجزين في الأرض إلهي ما عجز قال لنا إنسان ولا سوق بنا ملك استجوك إلهي بتقول دم بين إنسان ما دام أن إلهي كدم بين إيش ما يشاء وترتن كويه وترتن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تهيا لغا بدن يا لغا صلاة بدن صلاة إلهي بكوا في جي فرض كسومها سنن كالغو ترتماي سنن كاكتين لبيه تمرك عهداد مالنتي توكتو وأن فرض هين قولي با جنة لغا دسيا وابلن الصادق المصدوق بانو شيء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من صلى 12 لله تعالى تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة وكلام رسول الله وحق ورب قولي با جنة لغا قدس قولي جنة كويا اللي يكون قشن كان محي شوي ما لسوس وقبا والله أنا لسوس وقبا كذي وهذا الكلمة يقول الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له تصالها وحلقوا فهمها قرقة أدونك وقفي عن محل ده كرا ما جرى هرت قولي لي وقرح شيء أدونك دولتها قوي كبس وقات قرقة هذا قرقة بيت الأبيض ليلة وايت هاوس كبس وقات شو أد مقرح سنة وبيت اسمه ها ما أنا إلا في التلفزيون أو كذا يعني قارنا واتر يا بابا شو مريم هذا البيت الأبيض هو اسمه بيت شو قوري سوما قوري أرقني هرتو كل يوم وحانا يقين سنة أنت من عشان أظفر لها إنه قوري آذو قرح شيء هيو أنا في عناية هذا سوما هي وحن كولا يعني هذا كسوق أن قوري وقرح سنين باديها كان جوجا باديها مش باديها آسيا أما بادي ملك النوط كان أولستو وكسميه أوضة كسميستي أما لست كسميستي أما رر سومالي ولي بما كان أقل سومالي قرقر حدا بدن هذا إسكبدا دتكو كان مسكين كهدن يرتاح
بول كير نينك إسكاله هداد ويدي صوتنا حقا أسعتها وحورا قري وبيته هذا بيته وقريش قري قالوا سعدا والقري قالوا واكا قري وكله ما كلها بول كيجي ما كلها ما هذا بيته وأوباما هذا بيته ما كستي نقول بقري سوا مركا وايت هاوس oo kale hadaan misaalan u soo qaadno markii kan loo fiiriyo de kan wuxuu noqonayaa daaru man la daara lah waxa uu guri ka dhigtay